لو انت في البيت لسه بتعمل صينية البطاطس هي نفس الطعم، يبقى انت غلطان. طبعا صينية البطاطس دي ممكن نعملها اكتر من 100 طعم، يعني مش بشرط ان احنا كل ما نعمل صينية بطاطس نعملها نفس الطعم، فده يبقى مفيش اي تغيير في الاكل. لا، احنا ممكن بتغيير شوية خضار وشوية بهارات يطلع معانا الطعم مختلف تماما. ولكن قبل ما نبدأ الفيديو، لو مش عندي على القناة انزل اعمل اشتراك ولايك عشان يوصلك كل جديد. شايفين شايفين الصدر عامل ازاي؟ ما شاء الله، مستوي تماما. شايفين الورك، عضمية الورك هتطلع بكل سهولة، سوا كويس جدا، طعم مختلف تماما. هنا هنجيب الدجاجة بتاعتي، هقطعها كده نصين من عند الصدر واسيبها متماسكة. هقطعها من عند السلسلة واسيبها متماسكة من عند الصدر. هنقعها في مية و5 معالق من الخل ومعلقة سكر ومعلقة ملح. وهنا هحتاج معايا 2 طماطم مبشورة وواحدة بصلة مبشورة. هحط عليهم معلقة من الزعتر، ربع معلقة من القرفة، معلقة من الكركم، وعليهم نص معلقة من الكاري، واضيف عليهم كمان معلقة من الملح صغيرة، ونص معلقة صغيرة من الشطة. اضيف عليهم كمان نص معلقة من الكمون، ونص معلقة من الجنزبيل، واخر حاجة 3/4 معلقة من الفلفل الابيض. نضيف عليهم ال5 معالق زيت بتوعنا، ونقلب الخلطة بتاعتي تقليبة كويسة عشان الخلطة كلها تندمج مع بعضها. وبعد كده هحضر الدجاجة بتاعتي بعد ما غسلتها كويس ونقعتها ونشفتها. هقلب فيها التتبيلة بتاعتي طبعا كويس. اهم حاجة احاول التتبيلة بتاعتي ادخل فيها كويس، مخليش اي مكان مفيش فيه تتبيلة. هنا الدجاجة بتاعتي حاول ما بين الجلد واللحم، من الجنب ده ومن الجنب التاني، مخليش مكان غير ما احط فيه التتبيلة واوصل له التتبيلة على قد ما اقدر. كل الاماكن اوصل لها تتبيلة، واخلي الدجاجة بتاعتي تقريبا على جنب مدة ساعتين 3. احطها مثلا في التلاجة واغطيها بستريتش، واخليها لما تشرب التتبيلة كويس. ولو في فرصة ان انا اخليها يوم كامل يكون افضل. هنا هركنها على جنب واحضر معايا الخضار بتاعي 2 بطاطس، اقطعهم بالشكل ده دواير. طبعا الدجاجة بتاعتي هتاخد مني تقريبا سوا حوالي ساعة وربع لساعة ونص على حسب درجة الحرارة اللي انا بسوي بيها الدجاجة. هحتاج معايا ليمونة، واحتاج معايا فلفل احمر. طبعا الفلفل الاحمر بيدي طعم مختلف عن الفلفل الاخضر عشان نكون واضحين في الطعم يعني. هقطعه طرنشات كده. وبعد كده هحتاج معايا 2 بصلة، هقطعهم دواير حلقات. طبعا انا هفرد في الصينية بتاعتي فرد عشوائي كده، لان لسه هتبل الحاجة بتاعتي ديت. وبعد كده بعد ما اتبلهم افردهم تاني. انا مجرد بس ان انا بفردهم فرد عشوائي كده في السريع. وبعد كده احط لهم بقية الخلطة اللي فضلت من الدجاج، واقلب ده كله مع بعضه كويس، كله تقليبة سريعة برضو كده. بعد كده هفردهم تاني زي ما كانوا مفرودين، برضو فردتهم سهلة يعني. هنا هحتاج معايا 3 فصوص من التوم، اوزعهم توزيعة كده. وبعد كده انزل بعصير الطماطم اللي هو 3 طماطم معصورين، وعليهم دلوقتي هنزل بربع ربطة من الكزبرة عيدان كاملة. ودي الدجاجة بتاعتي هحطها فوق كده على الوش. واهم حاجة بعد ما افرد الليمون بتاعي، اهم حاجة لما اجي اغطي على الدجاجة بتاعتي اغطي عليها كويس جدا، مخليش فيها اي مفيص نهائي. لان طبعا لو فيها اي مفيص هيبخر معظم السائل اللي جوه الدجاجة، فهتنشف ومش هتستوي معايا كويس، وممكن كمان السلفر يلزق فيها. هنا طبعا شايفين الشكل النهائي ما شاء الله.